السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاجل تركي آل الشيخ بيخضع لضغوط محمود الخطيب في السعودية. أبدى تركي آل الشيخ مستشار هيئة الترفيه السعودي الخضوع للضغوط التي فرضها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك في المملكة العربية السعودية، وقبيل أيام قليلة من مواجهة القمة في نهائي كأس مصر أمام الزمالك. وتقام المباراة بين الطرفين في 8 من مارس المقبل بعد خوض الأهلي لقاء بلدية المحلة في الدوري غدا، ومباراة يانج أفريكانز التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الكابتن محمود الخطيب أبدى انزعاجه الشديد من انخفاض القيمة المالية لجوائز مباراة بطولة كأس مصر أمام الزمالك، حيث يحصل الفريقين في البداية على 100 ألف دولار للمشاركة فقط، وتأتي القيم الأخرى المالية ضعيفة للغاية، بما يتم دفعه من الهيئة للمشاركين في البطولات الأخرى. وتأتي اللائحة المؤقتة التي تم إقرارها من من قبل هيئة الترفيه السعودية إلى حصول الفائز على 350 ألف دولار، وصاحب المركز الثاني على 100 ألف دولار، بالإضافة إلى ضخ 2 مليون دولار إلى خزينة اتحاد الكورة. وقرر تركي آل الشيخ أن يتم منح الفائز 500 ألف دولار إضافية بجانب القيمة المالية السابقة التي تم الإشارة لها، في استجابة لما طلبه الكابتن بيبو بمخاطبات قوية لاتحاد الكرة المصري، والتي رفعها إلى هيئة الترفيه السعودية. ومن المقرر أن يستعد الطرفين على الصعيد الفني للمباراة رغم الإصابات الكثيرة التي ضربت كل فريق، وعلى رأسها الغيابات الأساسية التي يعاني منها النادي الأهلي، ويبحث من خلالها السويسري مارسيل كولر كالمدير الفني عن البدائل. وتسود علاقة جافة بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ على خلفية ما حدث خلال الفترات الماضية، ولكن يسعى مستشار هيئة الترفيه السعودي إلى طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة من خلال استضافة السعودية للمباراة المهمة في قمة ونهائي بطولة كأس مصر. وكانت تقام المباريات في الفترات السابقة بالإمارات العربية الشقيقة، بينما نجحت السعودية هذه المرة في التفاوض مع اتحاد الكرة والقبول بالتوجه إلى المملكة من أجل خوض اللقاء المهم الذي سوف ينتظره الملايين من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان. طبعا كلنا شفنا الأزمة الأخيرة والكلام على كهرباء، مش هنتكلم عن كهرباء كتير، وإن شاء الله المشكلة تنحل وتكون زوبعة في فنجان. في خبر قدامي دلوقتي بيقول إن في قرار عاجل من الخطيب ضد محمد عبد المنعم عشان ما يكونش إبراهيم سعيد جديد داخل النادي الأهلي. سيطرت حالة من الغضب على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ضد محمد عبد المنعم قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، بعدما أصبح المدافع في حالة من التعالي على كرة القدم التي تسببت في تراجع مستواه بعدما كان أفضل مدافع في مصر، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس القلعة الحمراء. وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة محمود الخطيب حضر بالأمس تدريبات النادي الأهلي لدعم اللاعبين قبل مواجهة بلدية المحلة المقرر لها غدا الثلاثاء بالدوري المصري الممتاز. وعلى هامش حضور الخطيب مران الفريق، عقد جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي مطالبا منه بتنفيذ أشد العقوبات على محمد عبد المنعم الذي أصبح يعيش حالة من التعالي على كرة القدم، كما أن سلوكياته تفكره بإبراهيم سعيد. لهذا يجب التعامل معه بحزم، حتى لا تكون نهايته سريعة في الملاعب. والخطيب أكد لخالد بيبو حال تكرار سلوكيات محمد عبد المنعم بالتعالي على كرة القدم ورفض أي توجيهات سواء من زملائه بالفريق أصحاب الخبرات أو المدربين، سيكون مصيره الرحيل بنهاية الموسم، لا سيما أنه متمسك بالاحتراف الخارجي. لهذا مع أول عرض يأتي للنادي سيتم الموافقة عليه. حال عودة محمد عبد المنعم للطريق الصحيح سيتم التجديد له بمقابل مادي
يصل إلى 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، مع وعده حال وجود عرض احترافي أوروبي سيتم السماح له بالرحيل. وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع النادي الأهلي بنهاية الموسم القادم، وحتى الآن لم يتم التجديد معه. بكده نكون وصلنا لختام الفيديو. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في أمان الله.